في حالة صراح يعني معادي، و7 في حالة اعتقال. لكن الآن تبدلات المعطيات، أصبح 20 شخص في حالة اعتقال باش يتقدموا للقضاء، و4 تحت المتابعة القضائية يعني ما يخرجوش البلاد، و1 في حالة صراح. هذا اللي حدث. والآن بعد جلسات الاستنطاق التي أخذت زمن من الوقت وأخذت شهور، تم إصدار القرار البارح، وهذا هو الحدث، ودخلوا الحبس. جرائم صعبة جدا، لأن فيها التزوير، فيها المشاركة في التزوير. التزوير شيء في محضر رسمي، والمشاركة في التزوير فيها مباشرة عمل تحكمي. ها احنا فيها الإرشاء، وهذا الشيء غيفسروه لنا السادة المحامين اللي معنا. فيها تسهيل خروج أشخاص خارج التراب المغربي، واستخدام محركات مركبات بمحرك. فيها المشاركة في مسك المخدرات ونقلها وتصديرها، أيضا المشاركة في مسكها، والمشاركة في نقلها، والمشاركة في تصديرها. المخدرات كنهضرش فيها إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، درجات. فيها تزوير في محررات رسمية وعرفية. معناه مني كنقول تهم ثقيلة، تهم ثقيلة وثقيلة بزاف. ولكن حتى الأشخاص فيهم ناس رجال أعمال، فيهم دركيين، ضباط، ماشي حتى دركي عادي، ضباط. فيهم رجال أمن، يعني رجال البوليس. فيهم فنانين، ما كنقصدش زوجة الشخص، لا أقصدها، أنا أقصد عارضة أزياء، وأقصد اما هذيك السيده ما كان نذكروا، ما كان نشحروا، ما كذا. هذاك الزواج كان وزواج في اطاره رسمي، ما عليناش. الا كانت في راسها شي حاجه راه غدا ولا بعد غدا، الا كانت في راسها شي حاجه وما بلغتش بها، هذا شيء اخر. حنا هذه القضيه ديال الاسكوبار طريقه غريبه، قضيه غريبه، لان هذا الشخص كان شاب صغير، امه مغربيه، باه مالي، كبر كي يربي الجمال، جاتو شي فرصه في الصحراء انه شي واحد كيدير داك الرالي ديال باريس، خسرات له السياره ديالو، صلح له هو السياره، قال له داك الشخص انا من بعد غنعطيك هاد السياره تبيعها وتمعش بها. هو رفض، باعها وما تمعش بها، اعطى الفلوس لهذاك الشخص، يعني في اطار الشفافيه. دخل هو وياه في مشروع ديال التصدير والاستيراد، انتقل هذا المشروع من السيارات الى المخدرات، الى من هنا والى التصدير، الى الاستيراد، الى ما هو اكبر. لكن تقبض في موريتانيا، تسجن، ولكن ولا كيتابعوه على المستوى العالمي، مبحوث عنه. وبالتالي هنا فين كانت المشكله، لان بعض شركائه طمئنوه بانه بامكانه يدخل المغرب، ولكن لما دخل ما فراسوش باللي راه البوليس له بالمرصاد، فتعتقل. هنا جات الراي ديالو ان هذوك الشركاء ديالو راه فعلا ايضا شركاء، لكن فاش شركاء في العمل اللي كان كيدير. وحتى لما تم سجنه، يعني كيتهمهم هو بانهم استولوا على الاملاك ديالو، وهي املاك ممتلكات كبيره جدا، فيلا فاخره جدا في الدار البيضاء، شقه فاخره جدا، املاك اخرى عديده. انا كنكشفوا حيثيات هذه القضيه الضخمه الكبيره اللي فيها كما قلت خدموا الناس. انا بلغت التحيه لرجال الامن، الفرقه الوطنيه، بلغتها لرجال القضاء، قاضي التحقيق، النيابه العامه، والقاضي الذي سيقود العمليه لاحقا. اي تماما. وايضا كنا حتى صرحاء مع حزب الاصاله والمعاصره اللي ضرب الطم وسكت وخلى القانون يجري مجراه، ما كاين لا بلاغات ولا. كنشهد ايضا الحزب الحركه الشعبيه بانه دار شي حاله مماثله بخصوص قضيه الوزير ديالو السابق، انه صدر بلاغ كيقول كاين القضاء والقضيه راها تمشي في اطوارها. هادو اصلهم عصرا ما صدروا لا بلاغ لا جوج. الان قبل ما نعطي